بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. ازيكم اخواتي في الله، عاملين ايه؟ انا حبيت اشكر كل متابعيني واخواتي اللي بيشتركوا في القناه، واتمنى القناه تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. والنهارده عامله لكم فيديو شيق شيق شيق، فيديو الحواوشي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، يا رب كده ان شاء الله يعجبكم من رضاكم. وما تنسوش بالله عليكم تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، تحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. وأتمنى يا رب تكون فيديوهاتي خفيفة وتعجبكم إن شاء الله وتنور رضاكم. طبعا انتوا تعرفوا تعملوا الحواوشي أحسن مني، بس هنيت أنا قلت يعني أحكي لكم الفيديو بكل تفاصيله ونمشي مع بعض بالراحة بالراحة. أنا عملت الفيديو النهاردة بعجينة في البيت، مش ما قلتش اجيب مصر ولا حاجة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وشايفين ما شاء الله قدامكم اللون والجمال والحلاوة. عجننا العجينة بشوية ملح ومعلقة صغيرة سكر، وعجناها وخليناها ارتاحت وخمرت نص ساعة، وطلع بسم الله ما شاء الله قدامكم. كل حاجة ان شاء الله هنشوفوها مع بعض وقدامكم. ما تنسوش في الاول تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، حطوا اللايك ودوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم من رضاكم. شايفين ما شاء الله الحواوشي جماله ده ايه؟ خميرة بيري، يعني عارفين نص المعلقة الصغيرة ربع المعلقة الصغيرة، الجو حر ضراه، مش محتاجين. لو عاوزة خمرة فوري حطوا نص معلقة من الصغيرة. ده معلقة السكر بالمعلقة الصغيرة برضو تحت الشاي، يعني حطيناها قولي معلقة من الكبيرة اللي هي تحت الراس. وحطينا اللهم صل على سيدنا محمد رشة ملح، شايفين؟ بس احنا ليه كترناها، حطينا نص معلقة من الصغيرة عشان تبقى العجينة حاجة وحلوة، ما تبقاش يعني لازم يبقى الطعم حلو ما شاء الله. ولا حطينا الخميرة البيرة في مية ولا حاجة، كله مع بعض وكله حيتعجن وحيتملع وحيطلع احلى حواوشي في الدنيا. شايفين ما شاء الله؟ المية على حسب ما العجينة تبقى معاكي ما شاء الله كده، على حسب ما تاخد، مش بالكوباية ولا هنا كب قدامكم حشوف. شايفين المية بكبها كب. ونعمل الحواوشي دي مين؟ بنتي اللي في تالتة ثانوي ان شاء الله كده، يكرمها ربنا يا رب. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. هنعجنوا مع بعض عجينة الحواوشي في البيت هي قدامكم. لو عاوزة تحط لها خميرة فورية نص معلقة من الصغيرة، لو عاوزة تحط لها خميرة بيرة عادية حط لها ربع معلقة، نص معلقة من الصغيرة ما تكتريش. والسكر معلقتين والملح نص معلقة. شايفين؟ انا قلتها لكم بالمظبوط. السكر معلقتين والملح نص معلقة، والعجينة على حسب ما تاخد مليك معاك عشان يطلع قسما بالله الحواوشي دي اول مرة ادوق حواوشي في حلاوته وفي جماله. مش بشكر في بنت اللي عملته، لا، جربيه بنفس الطريقة وانت احكمي بنفسك على نفسك. انا مش بقول لكم كداتي، لا، انتوا كلكم شطار والحمد لله. يا رب يسعدكم ويهني سركم ويهدي سركم ان شاء الله. والبنات اللي داخلة على المطبخ جديد يا ربنا يكرمها ويوفقها بالشهادة العالية ان شاء الله والتعليم العالي، وبعد الشهادة الزوج الصالح ان شاء الله. وجينا في الاخر عشان نلم العجينة عملناها، حطينا معلقة زيت، كبناها كب ما عيرناهاش. شايفين ما شاء الله العجينة هنسيبها هي ترتاح نص ساعة ساعة على حسب ما انت عاوزي. هنيجي دروك نعمل خلطة الحواوشي. بعدين حطينا كام بصلة، هم 4 بصلات، عملنا واحدة ودين هنعمل التانية قدامكم. شايفين ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحواوشي يا جماعة ما يحب البصل ويحب الخضرة اللي هي الفلفل الحامي. لو عيالك بيحب الفلفل الحامي اعمليه، لو مش بيحبوه ما تعملهوش، اعمليه بالفلفل العادي. ولو عندك فلفل احمر حط برضو واحد، مش هيقول لا ومش هيخسر. هنا البصلة كانت فيها حتة عاملة فهنحوشها قدامكم برضو. نحنا مش بنقفل الفيديو ولا حاجة، ماشيين معاكم بكل التفاصيل. هنا على حسب ما انت عاوزة تحطي 5 قرون فلفل حامي حطي، عاوز على حسب الرغبة بتاعتك. وهنحطهم كده ونفرمهم فرمة في الكبة مع بعض. شايفين ما شاء الله؟
وهنحط الطماطم دي. الطماطم دي ما تخليه في حتة تانية بصراحة. جربوا انتوا كده، جربوا بنفس الطريقة، كل حاجة هي قدامكم. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يا رب كده ان شاء الله تاكلوه بالصحة والعافية وراحة البال وتمام السر. النتي اللي هنعمل ايه بعد ما فرمنا البصل مع الطماطم مع الفلفل، هنحصرهم ليه؟ عشان الحواوشي ما يبقاش عامل كده وفيه زي، يعني زي معلش زي المية، لا، لازم نحصروه كده ونخلي البصلة ناشفة عشان نعرف ناكلوه حلو كده ومقرمش. واحسن حاجة يتاكل هو سخن برضو مع كاتشب. مع كاتشب، عاوزة تحطي كاتشب حطي، مش عاوزة تحطي ما تحطيش، بس براحتك. بس والله العظيم الطعم مش بشكر في نفسي ولا مشكر في بيتي، الطعم تحفة تحفة تحفة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنا دي لحمة بلدي، مش لحمة مفرومة مش جاهزة، لا، لحمة بلدي جايبينها من عند الجزار، ودي دهنت لي برضك فرمناها كده حلوة كده محترمة عشان الحواوشي يبقى حلو كده وجميل. وبألف هنا وشفي. فوده بهارات 7 بهارات وفلفل وملح وبهارات حواوشي حطيناهم عليهم، ما حطيناش ولا حاجة تاني قدامكم. وده ايه، نص معلقة ملح. وهنعجنهم مع بعض كده. لو عندك لفظ البس، لو ما عندكش لفظ اغسل يدك غسلة زي صابونة التدوال. واهم حاجة تكون الواحدة غسلة يدها ونظيفة عشان ايه ما نفسنا مطمش ولا ما نعرفش نفسنا. فهنعملوها معلها جبتي دخلت يدها التاني عشان هي عندها نقص فيتامين د. المفروض فيتامين د على الأقل يبقى عندها 66 أو 65، وهي عندي 12. هي عندها 12 وأنا مش عارفة عندي يا رب 12 ولا 8. بس اتعالجنا ما كملناش العلاج الحمد لله. لأن الحمد لله شايفين ان العجينة بعد ما اختمرت وارتاحت بكده ما شاء الله. النتي مع بعض هنقطعها برضو، هتشوفوها على حسب ما انت عاوزاها. عاوزاها القطعة كبيرة، عاوزاها صغيرة، براحتك انت اللي هتاكلي. بألف هنا وشفا علينا وعليك. هنا حطينا هبة بالزيت عشان نفرط عليها العجينة، وهنشوها امشوا مع بعض خطوة بخطوة دي. شايفين ما شاء الله. لازم حاجتك تبقى نظيفة عشان ايه ما فيش بكتيريا ولا جراثيم ولا حاجة. الحمد لله احنا نضاف وكلكم نضاف، وربنا ان شاء الله يجعلنا على طول نضاف، لان الحاجات دي داخله بطننا يا جماعة. وبألف هنا وشوف علينا وعليكم. شايفين حتة الحواوشي مش لازم نعبوه حتى قطعة كبيرة ولا حاجة، على قد امكانياتي. ده لان عملتهم اني نص كيلو لحمة عجالي بلدي وحتة عليه، يعني نص كيلو وحتتين، يعني قولي بمقام نايبين كده. شايفين احنا فرطنا معاكم واحدة ديني، هنفرط التانية معاكم ونحطوها عليه. هنعملوه كده حواوشي حلو وجميل. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. شايفين ما شاء الله. لو عايزة تكبر العجينة عن كده هتكبريه، بس هو حلو كده عشان تعرفي تاكلي وتبقي بسم الله ما شاء الله وكلني وشبعني. والطعم عيالي الحمد لله، مش مشكر في نفسي ولا بنتي، لا، عيالي يا ماما بجد الحواوشي دي طعمه خطير. انا والله العظيم ما بحب الحواوشي ولا غير لما تكون الحاجة من تحت يدنا كده. ما بحبش اللحمة المفرومة ولا الحاجات اللي من بره الدكان دي، لا ما احبهاش. لازم الحاجة تكون عندي، ولازم يكون حاجة تكون طازة. ما ادردش على ان هو اجيب من الكفتة المفرومة دي ولا حاجة، لا. شايفين؟ لازم العجينة نبنسوها كده عشان ما تفكش منيني. وبعد كده لو عاوزين تعملوها اعملوها، يعني تعملوها تدبوها كده. شايفين ما شاء الله عملناها كده ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ حلو كبروا على كده، مش محتاج انه يكبر اكبر من كده. لو عايزة تكبريه على حسبك انت. واحنا على كداتي هنعملوه نقطعوه بالنص بعد ما يستوي. شايفين ما شاء الله العجينة. وقسما بالله العجينة دي من عجينة التومية، من دقيق التومية، يعني ما اشتريتش فين ولا معجنات ولا حاجة، لا، من دقيق التومين الحمد لله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. لو عايزين تكبروا قطعة اللحمة زي كده أكتر من كده كبروها،
بس هي على كده كويسة. مش لازم نحطه حتة بمقام سندوتشيا، لا، على كده السندوتش. حلوة، ما تكونش كبيرة كده وسميكة، لا. وبراحتك انت، لو عايزاها سميكة اعمليها سميكة. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. يا رب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. هنيتي البلانشة دهناها بشوية زيت برضو عشان العجينة ما تلبكش فيه، وهنفرض عليها العجينة. كده احنا عملنا واحد والتاني اهو قدامكم، ونفرض في الغطا بتاعه. عشان زي ما انتوا عارفين فردنا واحدة وحطينا عليها بعد كده قطعة اللحمة. وبعد كده هنحط الحتة التانية داي علشان ايه نعمله ونقفله الرغيف الحواوشي. وبيطالع بسم الله ما شاء الله، والريحة بتاعته من قبل ما يخش على الجريلا تحفة وجميلي، وبألف هنا وشفي. شايفين ما شاء الله. لو انت عاوزة تخليها، بس هي عجينة الحواوشي ما تبقاش تخينة، عشان احنا مش هنحطها في الفرن، هنسويها قدامكم على الجريل على البوتاجاز. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب، كده تاكلوه بالهنا والصحة والراحة والسعادة وراحة البال يا رب. امين يا رب العالمين. هناك لازم نقفل الحواف بتاعته ده عشان ما تفتحش منيني، وتاكلوه ان شاء الله كده يا رب بالفرح والسعادة. لازم تقفلها زي كده الحواف شايفين، وبعد كده يروح تقطع عليها في النص. بألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. شايفين ما شاء الله الرغيف عامل حلو جميل ازاي. اللهم لك الحمد والشكر يا ارحم الراحمين. نحن بنعمل الحاجة يا جماعة، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني الواحد كده حلوة أسماء الله الحسنى برضو، وتذكير الصلوات المحمدية برضك حلوة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد يا رب. نفسي ومن عيني ربنا يكرمني في قنواتي وقناة تحقق الشروط، اللي هي مطبخ الطيبين واحد ومطبخ الطيبين اثنين، دول قناتي أني. يا رب نفسي ومن عيني يكرمني كده عشان أعرف أساعد جوزي بمصاريف عيالي، لأن بصراحة 5 بنات وولد مصاريفهم تقيلة جدا، وخصوصا إنهم في التعليم. إن شاء الله يكرمنا كده ربنا ونعلمهم التعليم العالي، ويكرم كل أب وأم في أولاده ويعلمهم التعليم العالي برضو. فقلت أفتح القناة دول عشان أساعد جوزي بمصاريفهم، لأن انتوا عارفين معانا 5 بنات ولاد. ويا رب يقدرنا على مصاريفهم إن شاء الله، ونعلمهم التعليم العالي، إحنا وأولاد العالم أجمعين. كل أم وكل أب يعلم أولاده كده يا رب التعليم العالي. آمين يا رب العالمين. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وتحطوا اللايك عشان القناة، وتسمعوا الفيديو لحد الآخر. الله يبارك لكم عشان أكبر بكم ومعاكم يا أخواتي في الله. وهناتي شايفين القليلة ما شاء الله قدامكم، حطينا لها معلقة السمنة عشان نعرف نحط فيها 2 قبل بعض، عشان ايه ننجز كديتي ونخلص، وهتشوفوه قدامكم ومعاكم. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنحط التاني وهنحط لها الغطا بتاعها ونقفله، عشان لما هتقفلها هيستوي بسرعة. البخار راح يعمل كداتي ويخليه يستوي. شايفين بسم الله ما شاء الله. دلوقتي احنا ادينا له التقليبة داي. هنشمع الحتة التانية ونقلبه تاني برضو عشان يبقى اللون ذهبي وجميل كده. شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. كده الفيديو يعجبكم ومن رضاكم إن شاء الله. وما تنسوش كده لو وصلتوا معايا لحد هنا تشتركوا في القناة، فضلا وسلام، وحطوا اللايك، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.